عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتيرة سألتنا عن السلندر الريسنج كيت أو الريسنج سلندر كيت ال 177 سي سي، الفيسبا ال 125 والفيسبا البي اكس ال 150. ده الصندوق بتاع السلندر، ده البراند بتاعه والمواصفات بتاعته. بيجي طبعا فول كيت، تيجي الراس السريعة بتتربط بأربعة جويد وأربعة مسمار، يبقى 8 مسمار أو 8 جويد إن صح التعبير. الراس طبعا ألمونيا، مختلفة جدا عن الراس العادية أو الستوك اللي بتنزل في الفيسبا. تاني حاجة بتيجي الكونفرتر بتاع الشكمان بيتثبت في السلندر عن طريق الاربع مسامير دول، وهنا مكان زور الشكمان. ده طبعا السبيسيفيكيشن ديتيلز بتاعته او المواصفات الفنيه بتاعت السلندر. ده طبعا ستيكر بيجي كده ككادو يعني مع السلندر من الشركه. تيجي العلبه بتاعت المسامير كامله، اللي هي الاربع مسامير بتوع الراس سلندر بالاربعه بتوع الكونفرتر باربع الوصل. وهنا بقى السلندر نفسه. ده طقم الاويل سيل او الاورنج بطقم الجوانات، لان طبعا الجوان بتاعه مخصوص جدا غير الجوان بتاعنا العادي. شامبرين بتوع السلندر رفيعين جدا. وده السلندر بتاعنا. في ام سي. هنا طبعا الحاجه بتاعت البستم، ده البستم سريع 177 سي سي ألمنيوم كربون، بيبقى طبعا مختلف عن البستم الستوك العادي. وهنا طبعا هنا مكان الراس بالمنظر ده. وهنا مكان الكونفرتر اللي احنا قلنا عليه. بيركب طبعا هنا الاويل سيل، وبيركب هنا الكونفرتر، وبعد كده بيركب الشكمان. وادي هنا الفتحات 8 فتحة سريعة ريسنج اكزوست. اركب عليه ريسنج اكزوست او ستوك اكزوست الشكمان العادي. اتمنى اكون وضحت كل حاجة عن الريسنج سلندر كيت او السلندر السريع زي ما احنا بنقول. وشكرا جزيلا.